وسهلا متتبعي قناه أريج فيتو. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. ودائما قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنبغي نقول لكم اللي مازال ما اشتركش يشارك ويفعل زر الجرس هكا باش يوصلكم اي جديد ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديال اليوم وصفه خاصه بتبييض الاسنان. المكونات جد طبيعيه، وهذا المكون اللي فيها رئيسي كيخلصنا عفوا من هذاك الاسمرار اولا هذاك الكالكير اللي كيكون في الاسنان ديالنا. باش ما نطولش عليكم ندوزو نتعرفوا نيشان على مكونات الوصفه. المكون اللي رئيسي في هذه الوصفه هو الكركم يكون طبيعي ما فيه حتى شي زوائد، وعندنا الحامض، وغادي نحتاجوا واحد الفرشه ديال الاسنان هكا هي اللي غادي نابليكيو بها الوصفه ديالنا. من بعد ما خلط المكونات جيدا يعني الكركم والحامض حصلت على هذا الخليط بحال هكا. كما قلت لكم غناخذ فرشه ديال الاسنان وغادي ناخذ واحد شويه من هذا المكون هذا، وغادي تبقاو تحكوا به سنانكم مزيان يعني اي بلاصه عندكم فيها الاصفرار اولا الكالكير غادي تركزوا عليه بزاف وتبقاو تحكوا مزيان لمده ديال 5 دقائق وتشلوا فمكم. ومن وراها يعني غادي تعوضوا بالمعجون الاسنان ديالكم اللي بحال ساندوسين اولا كريست، هادو مزيانين بزاف يعني كيساعدوا على هما ما كيبيضوش وانما هما كينقيو الاسنان، يعني باش ما يكذبش عليكم الكذاب يقول لكم كاينه شي وصفه اللي خطيره ترجع لكم سنانكم زوينين بحال السمايل. بالعكس كاينين وصفات اللي كيرجعوا يعني اللون الطبيعي ديالهم كيبانوا نقيين، يعني ماشي داك البياض اللي كيكون فاقع. هاد الوصفه ديروها 2 مرات كافيه في الاسبوع وداوموا عليها وغادي تلاحظوا نتائج اللي زوينه بزاف. ما تنساوش تخليو لينا التجارب ديالكم اللي حصلتوا عليها في هاد الوصفه في التعاليق. كنقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده.